كلامنا يا جماعه النهارده مش على فيتامين ب ولا فيتامين د ولا حتى فيتامين سي، مع انها فيتامينات مهمه جدا. كلامنا النهارده عن معدن سحري بطل خافي مش واخد حقه. كفايه بس تعرف ان هو بيخش في 300 عمليه يوميا في جسمك. يعني انت ممكن يكون عندك مشكله بقالك فتره مش عارف سببها، ويكون نقص المعدن ده هو السبب فيها. هكلمكم عنه واعرفكم هو ليه مهم، واعرفك ازاي تلاقيه فين، وازاي تعرف ان انت عندك نقص فيه. النهارده يا جماعه هكلمكم عن عنصر او معدن المغنيسيوم. المغنيسيوم يا جماعه موجود في الجسم 25 جرام، 60% منه موجود في العظام، 25% منه موجوده في العضلات. عشان كده ممكن يكون هو السبب في شد العضل اللي بيصحيك من عز النوم. المغنيسيوم مسؤول عن ضربات القلب، تنظيم ضربات القلب، صحه القلب، مسؤول عن صحه العضلات، صحه العظام، مسؤول عن تظبيط ضغط الدم، مسؤول كمان عن تظبيط المود والمزاج والنوم بشكل كويس. يعني انت متخيل لو انت عندك نقص في عنصر المغنيسيوم انت ممكن يحصل لك ايه؟ طب انت ازاي تعرف ان انت عندك نقص في عنصر المغنيسيوم؟ لو انت بتعاني من الاعراض دي، ضعف عام، ارهاق في العضلات، عندك ضعف في العضلات، عندك شد عضلي بشكل متكرر، عندك صداع بشكل متكرر، حاسس ان انت ضغطك عالي، نومك مش متظبط، وفي صعوبه في النوم، كل دي اعراض بتقول ان انت عندك نقص في عنصر المغنيسيوم. طب هو انا لازم اخد المغنيسيوم من الصيدليه؟ لا، مش لازم. لو انت اكلك كويس، مظبط اكلك، في توازن في اكلك، بتاخد خضروات، فواكه، بروتينات واسماك ولحوم، خلاص انت جسمك ممكن يحصل على نسبه المغنيسيوم اللي هو عايزها يوميا. انما طبعا ما فيش حد بيعمل الكلام ده. وكمان في ناس بتحتاج نسب مغنيسيوم عاليه، الحوامل، الناس المرضعات، الناس الرياضيين، وكمان كبار السن. فانا في الفيديو ده هقول لك على افضل الحاجات المغنيسيوم الموجوده في الصيدليه من حيث الفعاليه وكمان من حيث السعر، وكمان هقول لك على نوع مغنيسيوم مشهور جدا ناس كتير بتستخدمه. عايز اقول لك ان هو اقل انواع المغنيسيوم في المفعول، علشان خاطر المغنيسيوم الموجود في الصيدليه مش حاجه واحده، بيبقى موجود على اشكال كتيره جدا. اول حاجه اكلمكم عنها وهي حاجه غريبه شويه، هو الابيماج. الابيماج فيه مغنيسيوم ستريت، وده نوع من المغنيسيوم كويس جدا، بيديك حوالي 300 مللي جرام من المغنيسيوم، وده اللي انت محتاجه يوميا. مشكلته بس ان هو ممكن مع الوقت يعمل شويه اسهال، بس هو حلو جدا، خصوصا لو انت حامل هتستخدميه. اي حد ممكن يستخدمه. هو من انواع المغنيسيوم الموجود في الصيدليه، وسعره كويس جدا، 26 جنيه، وفيه 12 كيس، يعني يكفيك 12 يوم وجرعته كيس واحد يوميا. ثاني نوع ممكن انصح بيه حاجه اسمها الليميتلس مغنيسيوم. ليميتلس مغنيسيوم، وده فيه 150 مللي جرام بس. النوع اللي فيه حاجه اسمها مغنيسيوم باي جلايسينيت، وده نوع كويس جدا وحلو جدا وفعال، واكثر انواع تاثيرا على شد العضلات. الناس اللي بيجي لها شد عضلات كتير، الناس الرياضيين، ده هيكون مناسب جدا ليهم. برضو قرص واحد يوميا كويس برضو، وسعره 210، وفيه 30 كبسوله، يعني 30 قرص، يعني يكفيك شهر، كويس جدا. وبرضو انصح بيه، وهو اقل في اعراض على المعده شويه. نيجي بقى للنوع اللي ناس كتير بتستخدمه فاكره ان هو احسن حاجه، وهو المغنيسيوم بلس. المغنيسيوم بلس المغنيسيوم اللي فيه على هيئه مغنيسيوم جلوتينيت، وده اقل الانواع تاثير واكثرها اعراض جانبيه. المغنيسيوم بلس انا ما بنصحش بيه في المقام الاول، بنصح بالحاجتين اللي اتكلمت عنهم، الابيماج او الليميتلس مغنيسيوم. الاثنين دول لو انت عايز تستخدم واحد منهم فمفيش مشكله خالص، بس انا مش عايزك تزود في الجرعه علشان تتجنب اعراض المعده، وعلشان خاطر تقدر تستفيد منه بشكل يومي. كلمتك النهارده عن المغنيسيوم، وعرفتك اهميته، وعرفتك تلاقيه فين، وعرفتك ايه الادويه اللي فيها مغنيسيوم في الصيدليه اللي تقدر تعتمد عليها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، ويا ريت لو استفدت اعمل لايك للفيديو، واشتراك في القناه، وشير للفيديو لاي حد محتاجه، واعمل فعل زر الجرس عشان تشوفنا في فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ولو في اي سؤال سيبوه تحت في التعليقات، وانا هرد عليه على طول في اي موضوع ان شاء الله. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.